آه يا ساتر. نومة المدرسة دي ما بحبهاش، بتكسر عظم الواحد. بس هعمل ايه بقى؟ الواحد خد عليها بقى. يلا هنعمل ايه؟ ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا أستاذ؟ ده الفراش اللي شغال هنا. أنا الفراش اللي شغال هنا. طب خير في احنا حاجة؟ الباشا بتاعنا شرى المدرسة دي وهنقلبها مدرسة لغات. يا نهار أسود، اشتري مدرسة وأعملها مدرسة لغات؟ طب وأنا أروح فيها ولا أجي منها؟ يا نهار أسود، ده أنا بقالي 20 سنة قاعد هنا وما أعرفش شغلانة غير إن أنا أبقى الفراش بتاع المدرسة. عايز تشتغل معانا لازم تمضي على الورقة دي وتكون بتعرف تقرا وتكتب عشان تعرف أمضي؟ تتعامل مع الناس اللي جوه دي. أمضي إزاي؟ ده أنا ما أعرفش أمضي وما أعرفش أقرا ولا أكتب. والنبي يا أبو أستاذ، أبوس على إيدك والنبي يا لا انت أستاذ. كده مالكش شغلانة معانا، يا أستاذ لازم تكون بتعرف تقرا وتكتب عشان تتعامل مع الناس اللي جوه. يا أستاذ أبوس على إيدك. طيب طب أروح فيها ولا أجي منها؟ ده بقالي 20 سنة هنا. لا شوف لك ايه بقى شغلانة تانية معلش. شغلانه ثانيه بس اروح له بس ولا اجي بس يا اولاد. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. اروح فين دلوقتي ولا اجي بناه؟ اروح فين يا استاذ؟ ابوس ايدك يا استاذ معلش والنبي احنا يا استاذ والنبي. لازم اللي يكون معانا لازم يكون بيعرف يقرا ويكتب عشان يتعامل مع الناس اللي جوه. ده مدرسة لغات. اعمل ايه ولا اروح فين؟ اعمل ايه ولا اروح فين؟ ماشي يا استاذ، ربنا يسترها. يا رب. اروح فين ولا اجي معلش بناه؟ بقى يا حاج سامحني. بسامحك يا ابني وانت ذنبك ايه؟ معلش نعمل ايه بس في البيت. ماشي يا استاذ. طب اروح فين دلوقتي ولا اجي بناه ولا إيه؟ اروح فين ولا اعمل ايه؟ مش عارف. يا خبر اسود. اشترى المدرسه وهيعملها مدرسه خاصه. طب وبعدين اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه. ايوه، ارن على الاستاذ محمود. اشوف يكلمهم ولا يعمل لهم اي حاجه ويعرفهم ظروفي. ما ظروفي زي الزفت وهو عارف بكده. بس ازاي يشتروه وهو ما يقولهمش؟ لا. انا هشوف اي تليفون هنا ولا هنا واتصل على الاستاذ محمود ده. اشوف هيعمل ايه ولا يشوف لي اي صرف ولا اي حل. اروح اكلمه. يا خش. يا استاذ. يا استاذ. ايه يا حاج. معلش والنبي يا استاذ بعد اذنك. معكش تليفون بس دقيقه واحده بس بعد اذنك. انت عايزه ليه طيب؟ عايز بس حصلت معايا مشكله وعايز اكلم المدير بتاعي يشوف لي حل في المشكله دي. اتفضل. انا مش عارف. مش عايز تعرف مشكله ايه؟ مش لازم. كانت ايه؟ المشكله ان المدرسه اللي انا شغال فيها عايزين يقلبوها خاصه وانا مش عارف اعمل ايه ومش عايزيني عشان انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. فهكلم بس المدير اشوف حل. شوف. ايوه كده. يا رب بقى الرقم يطلع صحيح. يا رب. الو. ايوه يا استاذ محمود. الحق يا استاذ محمود، الحقني والنبي. ايوه. إيه اللي حصل؟ ان في بيقول ان المرسى اتباعت يا استاذ محمود، حق الكلام ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. يعني فعلا ان المرسى اتباعت؟ طب وبعدين؟ طب اعمل ايه؟ طب يا استاذ محمود انت ما فهمتمش على ظروفي يا استاذ محمود. ايوه يا استاذ محمود. انت ما قلتلهمش على ظروفي ولا ايه يا استاذ محمود؟ ايوه. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طيب اروح فين ولا اجي منين؟ انا ما اعرفش اشتغل اي حاجه غير ان انا ابقى فراش للمدرسه. مرتب إيه بس يا استاذ محمود؟ انا مش عايز مرتب. انا بتكلم بس على حته ان انا شغل اشتغل فيه بس. انا عايز شغل على طول، مش عايز يعني قرشين وخلاص كل شهر وخلاص كده، ولا مره يجي ومره ما يجوش. وبعدين؟ مفيش حل يا استاذ محمود؟ طب اعمل ايه طب دلوقتي انا طيب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب. طب خلاص خلاص يا استاذ محمود، خلاص. خلاص ربنا يخليك، متشكرين جدا يا استاذ محمود. متشكر لحضرتك. متشكرين. مع السلامه يا استاذ محمود، مع السلامه. مع السلامه. اه استاذ محمود هو كمان قال لك ما عرفش يعمل حاجه معاهم. هم اشتروها وخلاص على كده شالوا ايديهم. طب انا اعمل ايه بقى؟ لله الامر من قبل ومن بعد. لله الامر من قبل ومن بعد. خد يا استاذ معلش انا اسف ان انا عطلتك، معلش. انا اسف. شكرا جدا يا استاذ. شكرا جدا. وابويا راح فين؟ انا بدور على ابويا من بدري مش لاقيه. لما هنقف هنا بقى لما اشوف هيجي بقى ولا لا. ها.
يا عمر. بقى انت كنت فيها بقى. خير، في حاجه ولا ايه يا ابني؟ اصل امي عايزه فلوس عشان تجيب اكل. فلوس؟ فلوس اللي امك عايزاها؟ ما خلاص هنسيب الشغل خلاص. المدرسه اتباعت وهتبقى خاصه. روح قول لامك مفيش فلوس، قول لها هتدعي لنا بقى ربنا يكرمنا بشغلانه تانيه. وبقى الصرف كده اما احنا هناكل بقى. مش عارف والله يا عمر، ربك موجود بقى، اشوف هنعمل ايه ولا اروح فيها ولا حد يشوف لي شغلانه اعمل ايه بس ولا اروح فيها. روح يا ابني، روح يا ابني، قول لها اتصرف في اي حاجه، خد ولا روح اعمل ايه طيب يا رب دلوقتي؟ اعمل ايه؟ هيقول لها كمان عايزه فلوس، اجيب له بقى من فلوس، انا لسه ما قبضتش، لسه مرتب ما جاش، يبقى كله كده مره واحده، كله كده مره واحده. اعمل ايه بقى ولا اروح فين بقى؟ مفيش حل بقى، انا كده مش هقدر اروح البيت، لان لو روحت البيت تقول لي هتقول لي هات فلوس، اقول لها بمعيش، هنقعد ندب ببعض احنا الاثنين والناس تتفرج علينا بقى. يبقى انا اعمل ايه؟ لا، انا اروح كده اشوف اي حته اقعد فيها ولا انام فيها، اي حته اروح اقعد فيها وخلاص. ايوه، انا اروح الجامع، اروح اروح اصلي في الجامع، دي احسن حاجه، وربنا يسهلها بقى يا رب. رب افرجها من عندك يا رب، افرجها من عندك يا رب. حاج انت حاج حاج قوم، انت نايم لا كده هنا؟ قوم قوم، مفيش حد بينام هنا، نايم لا كده. لا مؤاخذه يا ابني، معلش، لا مؤاخذه، اصل كنت قاعد هنا شويه مع نفسي وبعد كده بصراحه دماغي تقلت، قلت اكوح شويه. لا ما ينفعش تنام هنا قدام الجامع، مفيش حد بينام هنا غلط. طب ماشي يا حاج، ماشي ماشي يا ابني، هو ماشي. في حاجه معاك ولا ايه؟ حقك عليا. في حاجه بس معاك ولا ايه؟ قول لي. والله اقعد اه اقعد بدل ما انت. قول لي. اللي حاصل يا ابني ان انا شغال فراش في المدرسه اللي هي اخر الشارع عندكم دي، ايوه. بقالي 20 سنه ما بتشوفنيش وانت جاي ولا انت رايح. لا واخد بالي، بس يعني ازاي نام انت هنا يعني؟ ما هو اللي حصل، ما انا جاي لك في الكلام اهو. اتفضل. اللي حصل ان انا صبحت الصبح النهارده لقيت واحد جاي بيقول لك البيه بتاعي اشترى المدرسه ويعملها مدرسه خاصه. بس قلت له طب ماشي مفيش مشكله، شغلوني معاكم واديني مكاني برضه. اتفاجئت انه بيقول لي مره واحده كده بيقول لي خد امضي على الورقه دي، ورقه ادي، قال لي ورقه الوظيفه بتاعتك. وانا ما بعرفش امضي ولا اعرف اقرا ولا اعرف اعمل حاجه. قال لي ما ينفعش يا حاج، لازم تكون بتعرف تقرا ده انت اقل حاجه يكون معاك فيها لغه واثنين وثلاثه عشان تعرف تعرف تتعامل مع الناس اللي هتشتغل هنا، اذا كانت الطلبه بقى ولا اذا كانت المدرسين ولا اذا كان ده ولا ده. وانا مالي ومالك يا ابني، انا اصلا يعني الواحد بيفك الخط بالعافيه اصلا، ده انا حتى ما اعرفش امضي حد. بس ما اعرفش بقى اروح فيها ولا جبناه، واديني قاعد اهو، قولوا لي بعتت لي على فلوس، مش عارف اعمل ايه بصراحه، ولا اروح فيها ولا اشتغل ايه. بص سيبها على الله، انت ريح هنا شويه ماشي، وانا هحاول اتصرف لك في اي شغلانه كده ولا في اي حاجه هنا من تبعنا. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يخليك، ما تحرمش منك يا ابني. ريح انت بقى شويه كده وانا هسيبك، وان شاء الله ساعه العصر ابقى اجي لك بقى واقول لك على اللي فيه. يعني انت هتشوف لي شغلانه حق؟ ان شاء الله اشوف لك شغل. يعني تعرف حد يعني؟ ايوه اعرف لك ان شاء الله، اشوف لك اي شغلانه. ماشي يا ابني، ربنا يكرمك يا رب. اي شغلانه تشتغلها؟ اي شغلانه، اي شغلانه يا ابني، اي شغلانه يا حاج اشوفها لك حاضر. اي شغلانه، خلاص انت عارف المصاريف وعارف الغلا اللي احنا فيه. ماشي يلا، عاوز حاجه؟ ما تحرمش منك يا ابني. السلام عليكم. هو انت اسمك ايه؟ اسمع. ماشي يا احمد يا ابني. ماشي. شاكرين يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سلام يا اولاد، فعلا ربنا كريم، اكرم منه ما فيش. ربنا يسهل الحال ان شاء الله وشوف لي شغلانه ان شاء الله يا رب، يا رب ماليش غيرك يا رب، افرجها يا رب، انت عارف ان احنا فيه الحال، مالناش غيرك يا رب، يا رب. اكوح هنا عقبال الباب ببقى يجي، رايحين لها ربنا يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف ده الراجل الكبير كده نايم قدام الجامع، يعني ينفع؟ بيقول لي بقى إن هو كان شغال في المدرسة وشغال في المدرسة بقاله 20 سنة، ويجي يعملوا فيه كده في الآخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أنا عاوز أشوف له شغلانة بقى كده، إيه شغلانة كويسة كده، إن هو باين عليه راجل غلبان كويس يعني. شوف له مين، شوف له مين، شوف له مين. الواد عبد الحميد، الواد عبد الحميد كلمني على شغل ماشي، بس انا بقى يعني اكلم ولا ما اكلموش؟ لا انا اكلمه، اطلع التليفون وارن عليه ماشي، واقول له في في راجل كويس كده وراجل محترم ماشي، كان قاعد قدام الجامع وكان شغال في المدرسه وكده، الجماعه تبع اللي كانوا هيشتروا المدرسه يفتحوها مدرسه خاصه،
طردوه مني. انا بقى اكلمه دلوقتي واشوف. الو يا عبد حميد، عامل ايه؟ اخبار الدنيا؟ والله بص، انا كنت عاوزك في مصلحه كده، ماشي؟ بس يعني عاوزك تقف معايا فيها يعني. طيب تمام. اما انت فين؟ الشغل؟ طيب بص يا سيدي، في راجل كبير، ماشي؟ انا قاعد قدام الجامع وانا كنت بصلي، تمام؟ خلصت صلاه وطلعت، لقيته نايم قدام الجامع. فرحت له، فبقول له يعني ما ينفعش تنام قدام الجامع وكده، تمام؟ فراح جاي قال لي قال لي والله الامر واحد معايا، يعني حصل معاه واحد اتنين تلاته. ماشي؟ كان شغال في المدرسه دي اللي على اخر الشارع اللي عندنا دي، انت عارفها، ماشي؟ طبعا كان شغال في المدرسه، وطبعا المدرسه انت عارف ان هي مدرسه حكومه. فجا ناس كده، ناس تقال يعني هيشتروا المدرسه ويفتحوها هيفتحوها مدرسه خاصه، تمام؟ فالمهم من هنا لهنا يعني ما رضوش راحوا جاي طاردينه، ما رضوش ينزلوا شغل معاه. بس فانت كنت قايل لي على واحد وكده، فلو كده تشوف لي شغل معاه، تبقى يعني عملت الصح يعني، تبقى كسبت سواء. طيب طيب، قالوا لك يعدي عليك انت؟ ماشي ماشي، خليه يعدي عليك اخر النهار. ماشي 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 يا عبد الحميد، تشكر يا عبد الحميد، على دماغي من فوق والله حبيبي. يلا مع السلامة، حفظ الله، سلام. اديني كده شفت له شغل، ماشي؟ وساعة الحصر بقى يحلها ربنا، راح اقول له على الشغل ده. يلا. انا كده مش عارف اخش اقول له لامي اقول لها مفيش فلوس ولا اقول لها مش عارف والله. انا لو قلت لها مفيش فلوس هتقول لي اتصرف روح اشتغل مع ابوك، وانا رجلي وجعاني ومش قادر اشتغل ومش عارف بقى اعمل ايه والله. يلا بقى. يا حاج، اهلا. لسه نايم ولا ايه؟ قوم قوم قوم. الحمد لله ربنا سهل اهو. كلمت لك واحد صاحبي، ايوه ماشي؟ وانت ان شاء الله تروح تنزل معاه شغل من بكره. والله. والله يعني هلاقي شغل ان شاء الله واشتغل. ان شاء الله تنزل شغل من بكره. يا رب يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله. هروح يا ابني، بس كنت عايز العنوان ولا عايز المكان؟ انا بالليل على اخر النهار كده هوديك هناك، ماشي؟ تشوف الشغل وهو كمان يشوفك، يعرف انت دنيتك هناك، تعرف تشتغل مثلا هو عامه عنده فتح ورشه اهو. ماشي شوف ماشي، اي حاجه اي ورشه حاجه سيارات هو. اي انت حاجه. هتروح هناك، هو هيشوفك، هتعرف تشتغل فيه وكده، وهينزلك في شغل انت هتعرف اللي انت تعرف تشتغل فيه. خلاص ماشي ماشي ماشي. والله. بص خلاص. يعني انت يعني على قد ما قدرت، فمعلش بقى سامحني انها شغلانه لا لا مش قد المقام يعني. ربنا يخليك يا ابني، تمشي منك، الله يخليك. يلا، عاوز حاجه؟ مع السلامه. السلام عليكم. مش هتفتح الجامع بقى عشان نخش نصلي؟ هنفتح الجامع دلوقتي. طيب هنفتح. وانا اروح بقى كده، اروح ولا استنى؟ ماشي ماشي. الحاج جاي يفتح الجامع اهو. افتح الجامع اهو. افتح يا حاج، خلينا نصلي ركعتين حمد وشكر لله، ربنا كرمنا ولينا شغل. ربنا كرم كل الشغل. الحمد لله يا حاج، الحمد لله، بعد ما اتطردت من المدرسه. خش. اتفضل اتفضل. بسم الله. عايزكم بقى كل حبايبنا وكل اصدقائنا الغاليين ما ينسوش يدوسوا اشتراك في القناه ويضغطوا على الجرس، واخد بالكم ازاي، ولايك وشير عشان كل الحلقات الجديده ان شاء الله توصل لكم.